السلام عليكم ورحمة الله. من سوريا نحييكم ونقدم تعقيب بسيط حول الخطوات التي يقوم بها الائتلاف السوري حاليا لمتابعة العملية السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد. الائتلاف السوري أصدر بيان رحب فيه ودعم فيه حكومة البشير المؤقتة. هنا نتساءل، هل مهمة الائتلاف هي دعم حكومات مؤقتة فقط؟ حاليا نحن أمام حكومة مؤقتة تقوم بإدارة الأوضاع في سوريا. لماذا لم يعلن الائتلاف السوري حل الحكومة المؤقتة التي يديرها عبد الرحمن مصطفى حتى الآن؟ على اعتبار أن هناك حكومة تعمل الآن في دمشق، وصفها بأنها الحكومة المؤقتة وقدم لها الدعم بحسب بيان له. لماذا لم يصدر بيانا بإنهاء تكليف أو إنهاء عمل الحكومة السورية المؤقتة؟ هذا واحد. اثنين، متى يفكر الائتلاف السوري بنقل مقره وعملياته إلى دمشق؟ المعارضة السورية نحن نوصم بكثير من التهم وكثير من الأشياء التي تثير صراحة الخجل حول موضوع إقامة المعارضة السورية في تركيا وفي دول الخارج. كان هذا بسبب وجود مناطق جدا صغيرة لا تتحمل وجود أجسام سياسية، أعزاز، الباب، عفرين. سابقا كانت إدلب لا تقبل بوجود هذه الأجسام السياسية، فلم تتواجد في إدلب. حاليا نحن في دمشق، الجميع مقبول والجميع مدعو للعمل في دمشق. لماذا لم يتوجه الائتلاف السوري وهيئاته جميعها ومن بثق عنها إلى دمشق؟ قسم من هيئة التفاوض الذي كان يعمل لصالح النظام موجود في دمشق. قسم من اللجنة الدستورية الذي كان أيضا يعمل لصالح نظام الأسد هو موجود في دمشق. الآن الأطراف التي يعتبرها الائتلاف السوري خصما له والتي لا أعلم هل سيبقى يفاوضها أم لا، لماذا لا يتوجه الائتلاف السوري إلى دمشق ويكمل هذه العمليات إن كان جادا في إكمال هذه العمليات ويدعو لها؟ مع أن الدعوة لإكمال هذه المسارات هو بحد ذاته يعني يدعو للشك. الأمر، هل سنبقى سنفاوض وفود النظام الخلبية الآن الوهمية في جنيف أم سنتوجه إلى دمشق؟ أيضا يتوجه السوريون حاليا بسؤال مهم وبارز: من يمثل الائتلاف السوري حاليا؟ سابقا كان الائتلاف السوري يمثل عدد من الأجسام الثورية، الحراك الثوري في عدة مناطق، إضافة للمجالس المحلية والفصائل العسكرية. حاليا الفصائل العسكرية سوف تندمج أو تنتهي في الجيش السوري، وهذا الأمر تم وضع لمساته الأخيرة في اجتماع الفصائل مع الجولاني في دمشق، وتم توزيع الفصائل على القطع العسكرية. وحاليا أحرار الشام استلمت ريف دمشق واللاذقية، والفصائل يتم توزيعها على المحافظات ضمن هيكلية معينة لها تراتبية عسكرية. ممثلو الفصائل العسكرية لم يعودوا ممثلين شرعيين بهذه الحالة في الائتلاف السوري. أيضا المجالس المحلية، حتى الآن المجالس المحلية لا يوجد لديها أي اطلاع حول هل ستبقى تابعة للولايات التركية أم هل ستبقى دمشق. الأمر شوي فايت بالحيط بهذا الجانب، ويبدو أنه في نوعا ما من حكومة دمشق ما رايدين يحكوا بهذا الموضوع ويأزموا فيه. في أمور هلا أهم تعتبر على صعيد الدولة السورية، فما هذا الموضوع هلا حاليا ما عاد تم إثارته. لكن هاي المجالس رح تتبع لدمشق، وأعتقد أن هاي المجالس حاليا لم يعد يعنيها أبدا أي تمثيل بالائتلاف. فمن يمثل الائتلاف؟ حاليا الائتلاف السوري من يمثل؟ إذا كنا نحن
نعتبر الائتلاف السوري يمثل قوى الثورة. حاليا إدارة العمليات العسكرية أصبحت لدى معظم السوريين هي تمثل الثورة، يعني أصلا انتهت الثورة يا جماعة، يعني خلصنا وهلا صرنا ببناء دولة. يعني نحن مرحلة الثورة اللي هي ضد بشار الأسد انتهت. حاليا هي ثورة البناء والعمل وتغيير الأفكار في سوريا. فمن يمثل الائتلاف حاليا؟ نعود للقرار 2254. هنا عدة نقاط جوهرية. حاليا حكومة دمشق المؤقتة التي يقودها البشير والقائد العام لإدارة العمليات العسكرية الجولاني أيضا يتحدث في موضوع أن القرار 2254 لم يعد يناسب السوريين أن يطبق كما كان، أو لم يعد هناك داعي لأن تطبقه وفق ما كان مقرر، لأن الطرف الثاني أنت عندك راح كان في هذا القرار مبني على وجود طرفين، طرف هو نظام الأسد وطرف هي المعارضة السورية. حاليا طرف اللي هو نظام الأسد تبخر خالص، بقي فقط طرف اللي هو المعارضة السورية واللي حاليا استلمت الحكم في دمشق. طيب، في عنا عدة شغلات بالقرار 2254 اعتقد انه من المخجل انه نحن نطالب فيه على فكرة بشكله الكامل. يعني عندك في احدى الفقرات بتتحدث عن موضوع قمع الاعمال الارهابية لجبهة النصرة. حاليا انتم بتعرفوا مين جبهة النصرة، فنحن تبني القرار بكافة بنوده وكافة صيغه وكافة أشكاله هذا معيب بحقنا نحن نطالب فيه، ومعيب إنه نطالب في تطبيقه كما هو. يعني ما بعرف نحن أنت بتدخل حاليا من يقمع هاي الأعمال الإرهابية. أعتقد إنه هذا الموضوع يعني لازم نصير نفكر نحن، يعني مدلولات الواحد لما بيقول لك أنا أريد تطبيق القرار كامل. تطبيق القرار كامل هو وقف أو محاربة الإرهاب في عالم لسه عنا مصنف إرهاب، وحاليا يعني الشعب السوري كله التف حواليته. ما بقى أنت بدك تحاربهم لسه؟ القرار هذا جوهره هو ينص على عملية انتقال سياسي في سوريا عبر مفاوضات داخلية بين الحكومة أو بين السلطة السورية وبين المعارضة. حاليا نحن ما ضل عنا حكومة تابعة لنظام الأسد، حاليا فقط المعارضة، وأصبحت إذا نحن ما بعرف هلا حاليا الوجهة النظر اللي تطرح هي الائتلاف السوري بده يفاوض الحكومة في دمشق، يعني بده يفاوض حكومة الشارع أو يفاوض إدارة العمليات العسكرية. ما بعتقد هون أنت بأي توصيف بدها تدخل بهذا المجال. يعني إذا نحن حاليا السوريين معظمهم يعتبرون إدارة العمليات العسكرية هي اللي تمثل المعارضة حاليا وهي تمثل الثورة، فنحن الائتلاف السوري مين نحن معناته؟ يعني نحن صرنا نمثل نظام مثلا؟ طبعا هذا ما هو تهمة أبدا ولو تقليل من ثورية الأشخاص الموجودين بالائتلاف، لكن طرح ما هو منطقي أبدا اللي عم تم طرحه من قبل الائتلاف السوري خصوصا بهي الجزئيات، جزئية النص الحرفي اللي بدعو لمحاربة الإرهاب، وجزئية إنه هذا قرار مبني على وجود معارضة ووجود سلطة نظام أسد. هذا الموضوع بحاجة تفسير واضح منهم. 2 عندك بالفقرة 4 هو صياغة دستور جديد للبلاد. طبعا صياغة دستور جديد للبلاد نحن بنعرف كلياتنا لما تشكلت اللجنة الدستورية ومجمل اللقاءات اللي حصلت مع الأستاذ بدر جاموس وبقية الأشخاص في هيئة التفاوض تحدثوا عن تعجيز يقوم به كان فيه وفد النظام سابقا بموضوع اللجنة الدستورية. يعني انت بتجي انا خلينا نبرك نناقش الانتقال السياسي او نناقش الحكم او نناقش الكذا، بيجي بقول لك اول شيء لازم نعرف مين هو المواطن السوري. طيب تفضل نعرف المواطن السوري، نحن معناتها كل شخص برك تعاون مع دول أجنبية هو ما هو سوري، كل شخص عمل ما هو سوري، كل شخص سوى ما هو سوري. يعني بمعنى أنتم المعارضة ما نكون سوري، ما نكون وطنيين، وما ما بتطبق مع يعني مواصفات الهوية الوطنية ما بتطبق معكم، وأنتم خونة والله يعطيكم العافية اطلعوا برا. هذا مجمل ما كان النظام بخلال وفد النظام من خلاله يسعى لتثبيته في موضوع اللجنة الدستورية. مين هو الوطني ومين هو الإرهابي ومين هو الشريف ومين هو الكويس.
يعني ما بعرف هلا حاليا نحن لسه بدنا كمان ايضا نرجع، ما اللجنة الدستورية ايضا وين بدها تشتغل انا ما بعرف يعني هلا حاليا. هل هي بدها تشتغل في جنيف، بتروح على مسارات تانية ما بعرف. فأعتقد إنه اللجنة الدستورية رح تكون في دمشق، وما رح تكون بالشكل اللي كانت مقررة فيه باثنين اثنين خمسة أربعة، لأن أنت ما ضل عندك طرف تاني اللي هو نظام الأسد. إلا إذا نحن، وهون هي ضربة كبيرة، بدهم يعتبروا إنه لسه لا زال في طرف وطني ما هو مع إدارة العمليات العسكرية، هذا يمثل مثلا وفد النظام. هي نقطة كتير خطيرة، يعني لازم ننتبه له يعني ما يتم هذا التحوير، موضوع انه ما ضل عنا نظام اسد بس، لكن في قوى وطنية معارضة غير ادارة العمليات العسكرية ممكن تجري عملية تفاوض. هذا الطرح ما هو مقبول ابدا. طبعا بنص القرار على انه لازم تتخذ جميع الاجراءات والتدابير لبناء الثقة في بين الاطراف جميعا. طبعا الحمد لله ما ضل اطراف بسوريا، كلياتنا رجعنا طرف واحد اللي هو طرف الشعب السوري. وانا واحد من الناس بعزاز اللي كنا نحن ثوار، وكنا يعني مغاضبين جدا جدا على جميع من يقف مع نظام الاسد. حاليا نعتبر حالنا صفحة بيضاء بالبلد يعني، ما عاد في داعي نثير كتير من النقاط. خلاص هلا حاليا رؤيتنا لبناء شيء جديد، وان شاء الله ما بقى نطلع للخلف ما دام اسمه رحل وخلص عنه. مهم جدا ان نركز بالنقاط اللي وردت، نقاط انه ما ضل طرف تاني بسوريا. نحن مضطرين نفاوضه ونسمع يعني تعجيزه ونسمع وسخنته بالمفاوضات، لانه هو كان بالمفاوضات وسخ مثل ما كان بالعمليات العسكرية. يعني شلون كان يقتنص الشغلات الوسخة يعني بالعمليات العسكرية، يقتل المدنيين ويقصف المشافي ويقصف مراكز الدفاع المدني، يضرب بهي بالطائرات الانتحارية، يضرب مزارع وسيارات المواطنين. أيضا بالعمليات السياسية الزملاء في هيئة التفاوض شهدوا قذارة النظام في كيفية التفاوض بموضوع يعني سواء التفاوض على عملية الانتقال أو سواء على عملية إعادة كتاب الدستور. أعتقد رسالة أخيرة: الائتلاف الوطني يجب أن يحل نفسه. أنا هذا الرؤية الشخصية وأجزم فيها. نحن حاليا صار عنا قيادة موحدة في سوريا، بغض النظر أنا ربما ما أوافق كتير يعني جزء كبير منه، لكن نحن حاليا موضوع يعني في أبواب ممكن يدخل الخارج اللي يريد الشر لسوريا لحد الآن ممكن يدخل منها. احدى اهم هاي الابواب حاليا الشعب السوري بات يشوفها هي الائتلاف السوري، هي باب لاختراق الثورة السورية وهي الانجازات باسقاط النظام الاسد، وحالة التوافق الموجودة، وحالة البناء اللي عم تمشي بهدوء وبدون مشاكل بسوريا. اعتقد موضوع المشاركة السياسية الواسعة هي مهم انه نحكي فيها بسوريا حاليا، لكن نحكي فيها بدمشق ونحكي فيها بعدم وجود تيارات موازية يمكن ان تقوض شرعية الادارة الحالية اللي عم تشتغل بسوريا. نحن حاليا السلطة الموجودة في سوريا هي السلطة شرعية، وهي السلطة اللي بتمثلنا كلياتنا كسلطة. نحن بنسعى لانه هاي السلطة تصير فيها تداول، وما بصير ابدا تحتكر لا من الجولاني ولا من غير الجولاني. لكن حاليا هاي الإدارة بهذا الوقت واجب شرعي ووطني وأخلاقي إنه ونوقف بوجه أي تيار تاني ممكن ينتزع هاي الشرعية ويحاول يروح يفاوض عن الشعب السوري من الخارج بأنه هو ممثل يعني. وأعتقد الائتلاف الوطني إذا استمر بهاي الحالة فهو ربما يواجه مشاكل جدا كبيرة، وربما يواجه تصنيف من الشعب السوري. الأخوتنا في الائتلاف السوري جميعا الله يعطيكم العافية. طبعا لا حد يشك بثورية الأشخاص الموجودين فيه. أعتقد أن النزول إلى دمشق أصبح واجب حاليا، وما هو منطقي أبدا بقاء أي يعني مكتب للائتلاف في الخارج.
عنا مطار، بإمكانكم تطلعوا من المطار بدمشق تروحوا على أي مكان تاني. أول كان حجة المطار والليست على تركيا وهي الأمور، لذلك العالم ما بتفوت لجوا. هلا حاليا صار في مطار وصار في حدود، بإمكانكم تطلعوا على جنيف وعلى نيويورك بأي وقت تحبوا، لكن لازم تكونوا في دمشق. الله يعطيكم العافية.